اهلا بيكم. والفول اللي محير ناس كتير عندها مشكلة مع الفول بالرغم من سهولته. يعني في ناس كتير مش بتعرف تظبطه. فلو تابعتي معايا الفيديو للاخر هتعرفي ازاي تعملي الفول ولا اروع. دايب دوبان، قشرة دايبة حرفيا، قوام زي الزبدة زي ما انت شايفة كده، طعم ولون ولا اروع. يلا نبدأ بسم الله وندخل على الوصفة بتاعتنا. بس مش قبل ما تعملي لايك وتشتركي في قناتي علشان يوصلك كل جديد من قناتي. في الاول خالص كده يا ست الكل، اديكي شايفه كده الفول المدمس اللي احنا عاملينه بطريقه حلوه جدا. وهقول لك كمان ازاي تقدمي طبقين وطبقين مختلفين، وعاملين كمان على القناه طريقه تالته. يلا بينا كده. الاول بتجيبي الفول بتاعك، اهم حاجه ان انت تنقي فوله تكون لونها فاتح كده وتكون حلوه. تمام، هتنقي لو فيها فوله مثلا رفيعه، فوله مش كويسه تبداي تشيليها. تشطفيه شطفه كويسه، وفي نفس الوقت تكوني بتغلي ميه وتنزلي بالميه على الفول. هننقعه، ناس كتيره بتنقعه بميه بارده، انا هنقعه بميه مغليه. تمام، هنعمله في وقت بسيط جدا، يعني كله على بعضه مش هياخد 5 ساعات. تمام. بعد كده بدأت بعد ما خلاص يعني اتبل معايا وكده، بدأت ان انا ابدأ اجيب الدماسة بتاعتي، شطفته ونزلت كده عليه بمعلقتين 3 من العدس الاصفر. تمام، مش اكتر من كده، حاجات بسيطة جدا. يعني هما كل اللي معانا النهاردة 3 مكونات. هنحط له طبعا عدس اصفر، وبعد كده هحط له معلقة من البابريكا، وما تستغربوش هتديكي طعم وريحة حلوة جدا. حطينا كده معلقه صغيره من البابريكا. تمام، ده نص كيلو من الفول يا جماعه، نص كيلو فول مدمس. وحطيت معلقه من الكركم، يبقى معلقتين 3 من العدس الاصفر، وكمان معلقه كركم صغيره، ومعلقه بابريكا صغيره، وبرده هضيف عليه ميه مغليه. يبقى السر معانا النهارده في نجاح الفول المدمس هو الميه المغليه. تمام. بالنسبة للون، ناس كتيرة بقى بتحط طماطم، واللي يحط فول مدشوش، واللي يحط رز وحاجات كده، شوية افتكاسات كتير جدا. انا اللي كانت بتضيفه ماما هو العدس الاصفر، بس مش اكتر من كده. بالنسبة لينا احنا اليومين دول بقى، وان احنا عايزين نبقى مختلفين شوية، فانا ضفت طبعا الكركم والبابريكا. تمام. هسيبه هنا بقى بمجرد ما يغلي، طبعا المية مغلية فمش هياخد وقت. بمجرد ما بيغلي انا بورب كده، دايما توربي الغطا بتاع الدماسه بتاعتك. على فكره في الدماسه او في الحله ما يفرقش، وهقولك دلوقتي ايه الفرق بين الدماسه وبين الحله. هبدا اخليه يغلي زي ما انتم شايفين كده، وهدي النار عليه وابدا اتابعه كل ما يحتاج ميه بضيف له ميه، بس ميه مغليه، دايما تضيفي له ميه مغليه. تمام. اول ما تحس ان انت ضفتي له مره، في التانية تبداي تلفيه بورق فويل زي ما انت شايفه كده، وتهدي النار عليه خالص لغايه ما يستوي. كل ما تحسي ان هو محتاج ميه هتبداي تضيفي له. ورقه الفويل اللي احنا حطيناها كانت كفيله جدا ان هي تخلي الفول بتاعي لونه ما يغيرش. الفويل زي ما احنا عارفين ان هو بيكتم الحاجه، فبيخلي اللون بتاع الفول ما يغيرش خالص منك. الحله بقى هي طبعا فتحتها بتبقى واسعة. الفرق بين الدماسة ان الدماسة الفتحة بتاعتها صغيرة، فالفول بتاعك بيتكمر. يعني الفول هنا بنكمره. فدايما بيقولك دماسة الفول، انما اللي طالع جديد وناس كتيرة بتعمله، لو انت مش عندك دماسة يعني اعمليه في حلة. طيب اعمل ايه؟ لازم برضو تغطيه بورقة فويل، لازم. ولما تيجي تضيفي له المية بتاعته لازم كده تفتحي فتحة على الجنب صغيرة جدا، وتبدأي تضيفي المية، والمية بتاعتك تكون مغلية. هو ده السر في نجاح الفول المدمس، وازاي تاخدي طبق فول جميل زي ما انت شايفة. انا اقسم بالله الفول قعد معايا لغايه اخر معلقه لونه ما غيرش. ورقه الفويل دي انا ما شلتهاش، يعني انا شلته بعمله واحطه كده على رف التلاجة. انا يا جماعه ما بحبش التفريزات، ولا حتى ليا في موضوع ان انا اجهز اكل واشيله في الفريزر وكده. لا انا بحب الاكل ده، ولا عندي زوجي وولادي ما بيحبوش الاكل ده. تمام، ومش هعودهم على ان هم يفرزوا اكل، لان يعني الاكل اللي بيتفرز بيغير، سواء توم سواء بصل سواء اي اكل بتفرزيه. هي اخري مثلا هي الصلصه بس اللي بفرزها، حبه فراوله بقى صغيرين. انما انا ما بداتش موضوع التفريزات، لان يعني الظروف زي ما انتم شايفين، الناس يعني كان الله في عونها، فالواحد بيراعي مشاعر الغير يعني.
طيب احنا هنا عملنا هريسة الدقة زي ما انتوا شفتوا، هريسة الشطة وهريسة الفلفل الاخضر. ده البرطمان ده انا بعمله عبارة عن ايه؟ عبارة عن فلفل اخضر مع فلفل احمر مضروبين مع بعض مع توم مضروبين في الكبة، ونزلت عليهم بخل وليمون. تمام. الهريسة الحمراء دي انا برضو عاملاها معاكم، عبارة عن هريسة حمراء بس باردة، مش شطة يعني، او كانت ميكس ما بين الاتنين. تمام. هبدأ كده اضيفها على طبق الفول بعد ما هرسته، وبعد ما ضفت له ملح بكمون. انا بحبه يعني، عامه كلنا عارفين ان الفول المدمس بياخد ملح بكمون بيبقى جميل جدا. ده طبق. تمام. لو انت بقى حريفه، الناس اللي هتقولي طب ما ده يعطش في رمضان وكده، والله هو رمضان جاي في وقت حلو يعني، الحمد لله، يبقى الجو برضو لا هو صيف ولا هو شتاء. فلو حابه تعملي الطبق ده تمام. الطبق التاني عباره عن ايه؟ الطبق التاني هرش له برضو ملح بكمون زي ما احنا شايفين، وهقول لك دلوقتي هنعمله ازاي. طبق جميل جدا. دي طحينة برضو بعملها بجهزها، وبكون كده حطاها في باب التلاجة، يعني ما بفرزهاش برضو، بحطها بس في باب التلاجة يوم اتنين كده. بتنفع مع الفول، بتبقى حلوة جدا في رمضان. تمام. طحينة بالليمون بقى بالخل ومية وكده، وتضربيها وجهزيها كده وحطيها في برطمان. تطلعي بس على طبق الفول كده وخلاص. وبعد كده نبدأ بقى ننزل عليه بشوية زيت، يعني زيت طعام كده او زيت زيتون زي ما تحبي. حلو الكلام يا حلوين. طبق فول مدمس حكاية يعني للسحور كده، ممتاز. بص اللي هو يخليكي كده تاكلي منه على قد ما تشبعي. الفول بتاعي مزبد والقشرة بتاعته دايبة. الناس اللي بتقول مثلا الفول اي كلام، تشتري فول من على العربية ليه يعني؟ وتروحي عارفين الشوية دول اللي في الطبق، يعني النهاردة يعملوا لهم 15 20 جنيه على الاسعار اللي هتزيد والحاجات اللي احنا هنشوفها. الصلصه بتاعت الطماطم زي ما انتم شايفين كده عملناها عندنا على القناه. عملنا القرص الطريه، ما جابتش مشاهدات وانا زعلت جدا لانه فيديو ممتاز. العيش البلدي عملناه مع بعض، راجعوا كده الفيديوهات. عملنا الجزر على فكره ينفع تخلليه وتاكليه برضو في اول 10 ايام في رمضان عادي جدا يعني، تلحقي تعمليه. السمنه البلدي برضو عملناها على القناه. المرق الصعيدي بقى ده اكله مش عايزه اقول لك، وفي رمضان تنفع جدا لان احنا الجو يعني لسه شتاء برضو. مخلل اللفت الحقيقي برضو يعني اليومين دول موجود في السوق وكده. الليمون المخلل السريع عملناه بطريقة سهلة وبسيطة. عملنا فطاير بيتزا كده وسريعة كده يعني على السريع من غير تخمير كتير، اللي هي العجينة السايلة. وعملنا الفطير. كفتة الرز من الحاجات الجميلة جدا في رمضان كده، حاجة أكلة جميلة. طبق البتنجان ده بصي لو جربتيه عند ام حمزة وفريدة حاجة كده قمر. فمطبخ فريدة متميز في حاجات كده حلوة في المخللات والحاجات دي، ان شاء الله يعجبكم. الفراخ البلدي المتحمرة، الناس هتقول لي الفراخ غالية. الرز البسمتي عامل مليون مشاهدة عندنا على القناة. طبعا الكفتة دي كفتة اقتصادية يعني، من نص كيلو لحمة مفرومة ممكن تعمل لي عزومة كاملة متكاملة. وعملنا كمان الخيار المخلل بطريقة سهلة وبسيطة. يلا اشوفكم في فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين.